لقجاع. هكذا عشنا حصتنا من المسيرة الأفريقية نحو التقدم وتحقيق الذات في عالم يصر على نسيان أن أفريقيا هي مهد البشرية، منها انطلق هذا الكائن الواعي ليكتب صفحات متباينة من تاريخ البشرية بباقي القارات. وإذا كانت للمغرب علاقة خاصة ببعده الهويات الأفريقي فلأن عمر كيانه الوطني ضارب في القدم، وعمر دولته في شكلها الحالي يمتد إلى أزيد من 12 قرناً. كانت أقوى الارتباطات خلالها تقوده لأفريقيا في قوافل تجارية لا تنتهي، قوافل لم تكن تتبادل منتوجات استهلاكية فقط، بل كانت كذلك تتبادل أبعاداً حضارية من فكر وفلسفة وعلوم وفنون. لكل هذا وللكثير من الأمور التي لا يتسع المجال للوقوف عندها، نعتبر أن تنظيم المغرب لهذا الملتقى الكروي الأهم فرصة لنجدد التزام المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جانب أشقائنا الأفارقة للمضي نحو مستقبلنا المشترك في المجال الرياضي، ولكن كذلك في المجال التنموي الأعم والأشمل. حضرات السيدات والسادة، لقد حرصت المملكة المغربية على توفير كافة أسباب النجاح لهذا الملتقى القاري، سواء على مستوى البنى التحتية من ملاعب وفضاءات التدريب وكل اللوجستيك المصاحب لذلك، وكذا للجماهير التي ستجد كل الدعم لمواكبة احتياجاتها حتى نجعل من هذه الدورة مناسبة للفرح وتثمين جسور المودة بين شبابنا وشعوبنا بصورة عامة. وإذ نسهر على إنجاز هذا الحلم الجميل فإننا نقوم بذلك موقنين أن نجاحنا جميعا كقارة سيكون مرحلة أولى ستتلوها مرحلة ثانية، سيكون نجاحنا فيها نجاحا لإفريقيا كلها، وأقصد هنا تنظيم مونديال 2030.